السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد. هنصور لحضراتكم النهارده فيديو قصير هنشرح فيه حمام الماستر زي ما بنستلمه في كومباوند اسكان جامعة القاهرة. هنشرح طريقة الفرش. تعالى نشوف عملنا ايه. أول لما بندخل طبعا الباب بتاعنا الباب مقفولة، بنلاقي الحوض بنأسسه في الناحية الشمال للباب. بنفتح الباب على القعدة، في الوش بيبقى الشاور بتاعي، الشاور من أول جنب لآخره. فعملنا في الشاور دولاب موجود من رخام بريشيا، والدولاب ممكن نحط فيه دايركت لايت وممكن ما نحطش فيه اضاءه زي ما احنا عايزين. كمان عملنا القعده بتاعتنا واهتمينا ان يكون دي اللي هيثبت عليها السكريت، القعده اللي هيثبت عليها السكريت من الرخام. بقى الجلسه بتاعتي اصغر من القعده بتاعتنا. وبرده في شباك الالوميتال اهتمينا ان يكون الجزء دوت ثابت عشان اقدر اثبت فيه السكريت بتاعي، واجي هنا اقدر افتح واقفل الشباك بتاعي من غير اي اعاقه. الدش بتاعي المفرد بتاعه موجود هنا طبعا، لسه ما كناش الخلاط. الجريليا بتاعه الصرف، منظر الرخام القيم جدا. طبعا عندنا هنا على طول القعده والخلاطات بتاعتنا ومحبس الدفء موجود. خلينا نشوف كده مقاسات الحمام بعد السيراميك سريعا كده. السطح معانا كام؟ اول جنب من هنا لهنا العرض بتاعنا او الطول بتاعنا 2 متر و11. هنا هنلاقي ان المسافه بتصفي معانا متر 95. طبعا السمك دوت تمرينه كوب عشان نقدر نعمل فكره الدولاب اللي هنا. فلو خدنا المسافه بتاعتنا هنلاقيها متر 80 سم. صافي الشاور بتاعنا من تحت هتلاقيه متر 38 سم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان احنا نكون عرضنا لحضراتكم فكره جديده لفرش حمام الماستر، ويكون الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.